المقاتل الأقوى على مر العصور، محارب قوته تعادل 1000 شخص، قادر على هزيمة جيش كامل لوحده بالمعنى الحرفي. ولكنه في أحد مهماته بعد ما بيخلص على كل أعدائه بيتفاجئ بشخص من أعدائه المصابين بيطلع اختراع جديد يسمى القنبلة الفحمية، وبيضحي بنفسه وبيفجرها فيهم كلهم. ولكن بيقدر بطلنا إنه ينجو في آخر لحظة، بس بيكون يا صاحبي متدشمل حرفيا ومليء بالإصابات من كل ناحية وخلص على شفاه الموت. فيا ترى صح إيه هو مصير بطلنا؟ ولا هيقدر إنه ينجو بعد اللي حصل له ده ويرجع لحياته القديمة دي تاني ولا لأ؟ وكل ده صعب نعرفه في حكاية النهاردة، فيلا بينا نبدأ حكاية. بتبدأ حكايتنا مع المحارب الأسطوري جونج بعد ما بيوصل لساحة المعركة بعد ما أخد مهمته الجديدة، وبيقدر إنه ينقذ صاحبه على آخر لحظة. ومن بعدها بيكمل معاه المهمة وبيروح لبقية الفرقة. وبنشوف إن المعركة دي بتستمر لفترة طويلة، وباستخدام مهارته الأسطورية بنشوف إن مفيش أي حد قادر إنه يقف في طريقه. وبعد ما بيخلص المجموعة الأولى بيبقى الكل مرعوب إنه قرب منه، وما بيكونش قدامهم غير إنهم يطلعوا القنابل ويحدفوها على جونج. فبينصدم جميع المحاربين، ولكن جونج بيقف قدامهم وبيغرس سيفه في الأرض عشان يصد الانفجار اللي هيحصل كمان شوية ده. وبعدها بيجري بأقصى قوته ناحيتهم عشان يخلص عليهم هما كمان. وبنشوف بعد مرور فترة وهو انتهى منهم كلهم، وبكده بتكون نجحت مهمته. وبنشوف هو بيقول لصاحبه أنا مش مصدق الناس دي صنعت قنبلة فيها مواد فحمية بتقتل كل من يتنفس شظاياها، ولو ما كناش وقفناهم عند حدهم كان زمانهم دمروا الغابة بالكامل. وبنشوف إن فجأة شخص بيمسك رجل صاحب جونج، فبيطلع ساعتها صاحب جونج سيفه عشان يخلص عليه. ولكن قبل ما يعمل كده بيكتشف إنه ملغم بكم هائل من القنابل ومستحيل عليهم الهرب منها. فبيقف مكانه متجمد ومش عارف يعمل ايه. وبيبدأ الشخص ده يتكلم ويقول لهم دي هديتي لكم الأخيرة. ومرة واحدة بيفجر القنابل اللي حواليه في كل الموجودين وحتى الغابة بالكامل. وبنشوف بعد كده جونج وهو ماسك في فرع شجرة بعد ما يقدر ينجو بمساعدة سيفه، ولكن بيكون جسده متدشمل حرفيا. وفي نهاية الأمر ما بيقدرش يستحمل أكتر من كده وبيسقط هو وسيفه في النهر. وفي صباح أحد الأيام بنشوف بنت بتدور على أعشاب طبية بجوار النهر واللي بيكون اسمها سيوك دونج، ولكن فجأة بيظهر قدامها شخص زي الشبح واللي فجأة بتلاقي جثته مرمية قدامها. وبتكون مرعوبة ومستغربة بتقول هو مين ده ومين اللي عمل فيه كده، وبتقرب منه بسرعة عشان تطمن عليه. وبعدها بتجري بسرعة عشان تحضر ليه المساعدة، وفعلا بنشوف إنها قدرت تجلب المساعدة ليه وبينقلوه عشان يحاولوا إنهم ينقذوه. وبالليل وفي غرفة العلاج بنشوف إن كل الموجودين مصدومين من كثرة الجروح لدرجة إنهم مش قادرين يحددوا هل الشخص ده هيعيش ولا هيموت. وبعدها بتدخل البت اللي أنقذته عليهم وبتكون قلقانة جدا عليه، فبيطمنها الطبيب وبيقول لها ما تقلقيش وإن شاء الله يكون بخير. وبعدها بتغادر وهي حزينة، ولكن فجأة بتخضها بنت تانية واللي بنعرف إنها سيدتها واللي بيكون اسمها ريون، وبتسألها عن إيه اللي بيحصل جوه في غرفة العلاج ومين اللي بيتعالج جوه. فبتقول لها إن ده سر ومش هقدر أقولك عليه لأن الشخص اللي جوه ده مش عارفين لسه إيه اللي ممكن يحصل بسببه وإيه اللي وراه، لأنه محارب وعشان كده الطبيب هوانج أبقى أمره سر. وقبل حتى ما تكمل كلامها بتاخد منها الطبق وبتدخل ليه عشان تعرف إيه اللي بيحصل. ولما بتدخل بتنصدم هي كمان من منظر الشخص اللي قدامها ده اللي جسده مليء بكل هذه الجروح. وبعدها بتسأل الطبيب لو محتاج أي حاجة عشان يقدر إنه يعالج جونج، لأنها مبتعرفش تقعد ساكتة وفي أشخاص محتاجين المساعدة ولازم تتدخل وتساعده هي كمان. وبسبب إنها كانت بتدور على الأعشاب طول الليل الحراس كانوا بيدوروا عليها وقلبين عليها الدنيا، لأننا بنعرف إنها الأمير وما ينفعش تمشي لوحدها كده. فبتحاول إنها تلهيهم عشان تدار على جونج اللي في غرفة العلاج، وبتقول لهم إنها كانت بتدور على القطة بتاعتها عشان كانت عايزة إنها تأكلها. وبتقدر فعلا إنها تاخدهم وتمشي عشان ما يعرفوش إيه اللي بيحصل جوه، وده في أثناء ما هي بتغمز لدونج، واللي بمعنى إنها بتقول لها سرك في أمان ما تخافيش. وبنرجع بعد كده لجيونج اللي بنشوفه هو بيقدر إنه يستعيد عافيته بسرعة مذهلة، وده بسبب الأعشاب اللي حضرتها ليه جانج يونج. وبعد فترة بيستيقظ أخيرا جونج، وأثناء ما كانت ريونج بتأكل قطتها فعلا المرة دي وكمان بتفكر في جونج في نفس الوقت، بتسمع صوت جونج أخيرا وهو خارج من غرفة العلاج وبتتخض وراسها بتتخبط في الشجر. فبينتبه لها جونج ولكنه ما بينطقش بكلمة واحدة، وبعدها بيسيبها ويغادر. وبنشوف بعد مرور اليوم ده ب5 سنوات وبالظبط في تحالف جيجيا بين عائلة المورم المسمى بعائلة سوك وبين عائلة جانج، وبيكون أبناء عائلة جانج اللي منهم ريون وأخوها لي فرحانين جدا بالتعاون ده. ولكن بنشوف إن خارج القصر مجموعة لصوص بتتربص ليهم وشكل نيتهم مش خير أبدا يا صاحبي، وبيقدروا إنهم يدخلوا القصر. وبنشوف إن حارس خاين من عائلة سوك على مكان وجود فرسان عائلة جيانج، ولاحظ بعدها الحراس اللي في القاعة صوت جاي من الخارج، فبيتحركوا كلهم عشان يعرفوا ايه اللي بيحصل بره. ولكن فجأة بيتم قتلهم في لمح البصر، وبيدركوا بعدها انهم اتعرضوا لكمين كبير جدا، ولكن بيكون الاوان كفات وبيتم محاصرتهم من جميع الجهات، وبينقض اللصوص عليهم وبيدوروا القتل والضرب فيهم. وبعد مدة بيقدر واحد منهم انه يهرب وبيدخل قاعة التحالف وهو مصاب جدا والدماء عمالة تسيل منه، وبيقول لهم بصوت عالي انهم وقعوا في كمين وعائلة سوق خدعوهم، وجميع فرسان عائلة جيانج تم قتلهم والقضاء عليهم بالكامل. وقبل ما يخلص كلامه بيتقتل هو كمان، وبتظهر جماعة اللصوص قدامه. فبيصرخ بعدها رئيس عائلة جيانج على الرئيس سجاه وبيقول له إيه اللي بيحصل هنا، بالله عليك وقف المهزلة دي. ولكنه بيعمل نفسه عبيط ومش فاهم حاجة هو كمان، وبيقوم محاربيه إنهم يمنعوا اللصوص من الدخول. ولكن في الحقيقة بنعرف إن هو اللي وراه قتل جميع المحاربين وتأجير هؤلاء اللصوص.
وبنروح بعدها بعد الهجوم على عائلة جيانج وحزنهم على القتلى اللي خسروهم في المعركة دي، وبنشوف إن قائد العائلة غاضب جدا وبيصرخ على وزرائه لأنهم بيقترحوا عليه إنهم ما يعملوش حاجة حالية، لأنهم لسه مش متأكدين مين اللي هجم عليهم وقتل محاربينهم. ولكن رئيس العائلة بيبقى عارف ومتأكد إن شيجيا هو اللي عمل المكيدة دي وقتل محاربينهم كلهم، ومحدش يقدر يعمل الحركة دي غيره هو. ومن وراهم بنشوف الأنسة ريول وهي حزينة على اللي بيحصل وعلى اللي حصل لأبيها وعائلتها. وبعد بضعة أسابيع بيوصل له رسالة من شيجيا الخاين وهو بيقول له إن الرئيس شيجيا هيكفل بالعائلات الضعيفة زي عائلة جيانج كده، بيستهزأ بيهم بالمعنى الأصح. أما الرئيس وينسو هيهتم بالعائلة الرئيسية، فبيغضب بعدها الرئيس جدا وبيكون عايز يهجم على عائلة سوق بأي طريقة، بس بأنهي جيش؟ وهنا فعلا بيعترض أتباعه لأن محاربيهم تم القضاء عليهم بالكامل ومعهمش حتى محارب واحد يقف معاهم قدام عائلة سوك. عشان كده مش هيقدروا ينفذوا الأمر ده بمحاربة عائلة سوك اللي بمساعدة هيباي بانجا اللي متحالفين معاهم. ولكن الرئيس بيقول إن مفيش وقت إن احنا ننتظر مساعدة هيباي، وعشان كده جهزوا كل الأسياد والمحاربين وأي حد عايز ينضم لينا وعايز يساعد عائلة جيانج لأننا خلاص داخلين على الحرب. وفي الغابة بنروح للشيخ وانج، وفي نفس الوقت بنشوف إن رئيس العائلة بيقرأ رسالته واللي بيكون فيها وانج بيعتذر من الرئيس لأنه مش هيكون موجود في وقت زي ده، بالرغم من إنه عارف إنه في ورطة حاليا، وعشان كده هيغيب عشان يرجع ليه بمساعدة عظيمة هتساعدهم في الحرب دي. وعيب عليك يا صاحبي لما تبقى وصلت لحد هنا والحكاية عجباك وبالعظمة دي ولسه ما عملتش لايك ولا اشتركت في القناة، فانزل دلوقتي فجر زرار اللايك ده وتعال عشان نكمل العظمة دي. وبعد مرور فترة بنشوف وانج بيوصل لكوخ خشبي وسط الغابة وبيتسأل في نفسه وبيقول يا ترى هو ده مكان الشخص اللي انا جاي له ولا لا. وبعدها بيقترب من قمة حجرة وبيشوف أوراق شجر مقطوعة، ولكن بيبان عليها إنها مقطوعة بسيف لأنها مقطوعة بدقة مثالية جدا. ومن وراه بيسمع شخص بيحييه بكل احترام، ولما بيلف ليه بيكتشف إنه جو جونج اللي كان بيبحث عنه بقاله 5 سنوات، الشخص اللي قطع كل المسافة دي كلها علشان يرجعه معاه. ولما بيقعدوا مع بعض بيسألوا جونج عن سبب قدومه لهنا، فبيرد على الشيخ وبيقول له إن أنا محتاج مساعدتك. وبعدها بيبدأ إنه يحكي له على كل اللي حصل في تحالف شيجيا، وإن عائلة جانج تم دعوتهم عشان يحلوا الصراعات ما بين العيلتين، عائلة جانج وعائلة سوك. وفي الليلة دي تم قتل أسياد ومحاربين منزل الزعيم جانج بوحشية شديدة جدا. فبيسأله جونج بعدها هو أنت طلبت مساعدة عائلة هيباي ولا لأ؟ فبيرد الشيخ وبيقول له إننا بالفعل طلبنا مساعدتهم لكنهم ردوا علينا وقالوا لنا إننا نصبر حاليا. وبعدها بيبدأ إنه يطلب المساعدة من المحارب جونج تاني ويعرضهم قوته فقط لكسب الوقت لحد ما يوصل لهم المساعدات، لأن عائلتهم دلوقتي ضعيفة جدا ويعتبر ما عندهمش أي محارب. ويا سيدي لما توصل لنا المساعدة من عائلة هيباي تقدر تغادر لو عايز. وبنعرف بعدها إن هيباي بيانجا دي أحد الشخصيات المرموقة اللي حققت شهرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط بأسلوب سيف ال5 نمور. وبعدها بنرجع لعرض الشيخ وانج على جوجيانج، واللي بنشوف جوجيانج بيرفض طلب الشيخ وانج ليه لأنه مش عايز يستخدم سكاكين ولا أسلحة بعد الآن، لأن كل مرة بيستخدمها فيها بيزهق أرواح على حساب أرواح تانية. فبيتنهد هونج كأنه كان عارف إن جوجيانج هيرفض طلبه، وبيديله بعدها مفكرة الشخصيات التاريخية وبيقوله إن في الفصل الأول طفل اسمه سيوك دونج عنده 14 سنة بيعمل في الجبال، ولد قوي بيكتشف الجبال من أجل العلاج وهو حاليا على الحدود. وفي الفصل التاني طفل اسمه كالون يعيش على جمع القماش وعنده 14 عام هو كمان. وفي الفصل التالت طفل اسمه جانج عنده 15 عام، فبيقطع جانج وبيقول له انت قصدك ايه بكل اللي انت عمال تقوله ده؟ فبقول له ان الكتاب اللي معاك ده كتاب يحتوي على شخصيات ما تعرفش يعني ايه قتال، ولو انضميت لينا ممكن تقدر انك تنقذ حياة 300 شخص بشري. انت عارف يعني ايه في 300 شخص في الخارج ما يعرفوش يعني ايه قتال ولا عارفين الخطر اللي عمال يحبهم، واكيد انت مش هتتركهم كده. ولكن بعدها جونج بيقول له ان ده حال بلدة كانج هوا، واللي هو انك لو ما كنتش قوي عشان تحافظ على حياتك فلن تحصل على العدل ومفيش حد يقدر انه يحميك ويحافظ لك عليه. فبيقف هونج بعدها وبيصرخ عليه وبيقول بصوت عالي يعني انت بتحكم دلوقتي على الضعفاء انهم يموتوا كده؟ انت صحيح كنت شخص قوي جدا منذ ولادتك، بس اكيد لا مؤاخذة كده يعني امك ما كانتش قوية هي كمان. وده حال اغلب الناس، ويمكن نكون دلوقتي معظمنا على قيد الحياة لان في شخص تاني ما نعرفوش ساعدنا، وعشان كده لازم على باقي البشر قوي او ضعيف يحق لهم انهم يفضلوا على قيد الحياة زينا كده، وعشان كده لازم تساعد الناس الاضعف منك ومن هم بحاجة لمساعدتك. وفي النهاية بيتعصب اكتر من جونج وبيقول له ان الناس بتموت كل يوم ويوم وعندك القدرة على مساعدته لكنك ما بتستغلهاش. هل انت شيطان؟ انت مزوخ ولا ايه انت؟ ما تساعد غيرك. وبعدها بيبدأ انه يلبس هدومه ويسيبه ويمشي، ولكن قبل ما يغادر بيقول له البت اللي انقذتك سيوك دونج اول شخص عثر عليك اثناء ما كنت بين الحياة والموت، قطعت حوالي 40 ميل عشان تتوسل ليا عشان اساعدك واعالجك، وبعد مساعدتي ليك بترد عليا بالرفض. هو ده رد الجميل يا ابني؟ فتخيل بقى ان شخص ضعيف زي اللي انت مستقل بهم دول هو اللي انقذ حياتك وانت حي دلوقتي بسببه، وبالرغم من كده ما انتش عايز تنقذه وانت في ايدك تعمل كده. وبعدها بيترك ليه رسالة مكتوب فيها عنوان وبيقول له لو غيرت رأيك وما اظنش انك هتعمل كده فالرسالة دي هتعرفك مكان كويس. وبعدها بيسيبه ويغادر. وبعدها بنشوف جونج واقف بوجه حزين قدام كومة الحجارة، وبنشوفه بيمسك حجر منهم وبيهدها كلها، وبيكون تحتها باب خشبي
ولما بيفتح الصندوق الخشب اللي قدامه ده بنكتشف ان ده مكان دفن السيوف، وخصوصا سيف الاسطول السحري كومادو. وبنرجع بعد كده لعائلة جانج اللي بتكون بتحتفل بوصول المحاربين الثلاثة لمساعدتهم قدام عائلة سوك، وبيرحب بيهم رئيس العائلة. وبنشوف ان المحارب الاول بيقول له ان انا هوانج جين، واول ما عرفت انك فورت ايها الرئيس جيت على الفور. والتاني بيقاطع المحارب الاول وبيقول للرئيس انا اسمي جين سو وسعيد اني اتعاون معاك. وبيدخل التالت اللي شكله لسه واصل تقريبا واللي بيكون اسمه نيون جاجين تلميذ الموجات البركانية. فبيفرح الرئيس جدا من التلميذ ده، وكذلك السيدة ريون واخيه، وبتطمن اكتر لان في اخيرا محاربين قتلوا مساعدتهم. وبعدها بيشكرهم الرئيس وبيقول لهم انه هيعطي كل واحد فيهم 5 عملات فضية كل شهر، وبيكون ده كتير جدا، وبيكونوا هيموتوا من الفرحة على المبلغ الكبير ده. وبعد كده بيطلب منهم الرئيس انهم يستعرضوا نفسهم ويورونا قوتهم قدام كل الناس اللي موجودين هنا عشان يطمنوا انهم محاربين كويسين ومش كلام وخلاص. فبيتقدم واحد منهم وبيكون على وشك الاستعراض قدام الجميع، ولكنه فجأة بيتعدل وبيقترح على الرئيس جانج وون انهم يستعملوا القطن بدل الاستعراض قدام الجميع، وهيتم رمي القطن في الهواء، وهنشوف مين الافضل بين المحاربين الثلاثة واللي هيقدر يقطع القطن ده بكل احترافية. وفعلا بيوافقوا الرئيس وبسرعة بيأمر بإحضار القطن على الفور. وبعد 10 دقايق بيتم إحضار القطن، فبيتقدم أول محارب وبيربط عينه وبيرمي القطن في الهواء، ومن وراه بتكون ريم مستغربة ازاي هيقطعهم وهو مغمض عينه. ولكن بنشوفه فعلا ان هو بيرمي القطن في الهواء وبيطلع سيفه وبيقطعهم كلهم، وبينزل على الريم كأنه سلك، والناس كلها بتكون مبهورة جدا وبيبدأوا انهم يحيوه. وبعدها بيتقدم المحارب التاني وبيبدأ انه يرمي القطن هو كمان، وبيقفز وراه وبيقدر انه يقطعهم كلهم، ولكن المرة دي بتبقى على شكل خيوط رفيعة كأنها خصل شعر. وبرضه بتكون الناس وراه مبهورة وبتحييه هو كمان، وحتى ريون بتقف وبتحييه وبتكون منزعجة جدا بيه. ولكن اخوها بيشدها وبيهديها وبيقول لها اقعدي اقعدي يا بنت العبيطة هتفضحينا. وبعدها بيجي الدور على اخر محارب وبيمسك القطن وبيرميه في الهواء وبيطلع سيفه، ولكنه بيفضل يشكل بيه القطن، والجميع ما بيكونش عارف ايه اللي بيعمله الراجل الهبل ده. لكن في الحقيقة بيتفاجئوا ان شكل القطن على هيئة زهرة البرقوق، وبيفرح الرئيس جدا من الاستعراض العظيم ده لدرجة انه هيكافئهم على اللي عملوه ده. وبعد انتهاء الاجتماع بيسأل الرئيس السيد هوانج عن المحارب اللي كان المفروض هيجيبه، فبيقول له ان مش مهم حاليا لان مهارات المحاربين الثلاثه دول رائعه جدا وستفي بالغرض. ولكن في الحقيقه بيكون السيد هوانج يشعر بالندم لانه ما قدرش انه يجيبه معاه. ولكن الرئيس بيطمنه وبيقول له ان مفيش داعي لانك تزعل واعتبر نفسك في منزلك وكأن مفيش حاجه حصلت من كل ده. وبعدها بعد ما كان السيد هوانج على وشك انه يضحكنا باللي كان هيعمله دلوقتي وهو عمال يلعب كده، فبتقطعه سيدة وبتقول له ان في حد عمال يسأل عليه في الخارج. فبيطلع علشان يشوف مين الشخص ده، ولكنه بيتجمد مكانه من الصدمة لانه كان اخر شخص متوقع انه يجي هنا لمساعدته. وبيصرخ فيه زي المجنون وبيقول له ان انا فرحان لدرجه ان انا عايز ادخل واطلع اتخض تاني. وبعدها بيهدى وبيعتذر له بسبب الزعاق والهبل اللي عمال يعمله ده، وبيقول له دلوقتي تعالى وراه عشان اديك غرفه وكمان هدوم بدل اللي انت لابسهم دول. ولكن قبل كل ده بيساله الشيخ وانج لو كان يعرف يقطع القطن بسيفه وهو مغمض زي كده بشيو بشيو بشيو. لا مؤاخذة يا جماعة. فبقول له معرفش والله لأن ما جربتش قبل كده. فبنشوف هو بيحكي له عن المحارب اللي قدر يعمل كده وهو مغمض، والتاني اللي قدر إنه يقطعها على شكل خصل شعر، والتالت اللي قدر إنه يشكلها على شكل زهرة البرقوق. وبيديله عصابة العين وبيقول له خد القماشة دي وجرب على ما أجيب لك الملابس وأجهز لك الغرفة لأن عايز أتباهى بيك قدام الجميع. فبيمسك جونج القماشة وبيقول في نفسه هو الراجل ده عبيط ولا إيه. وهنا برضه بنشوف إن ريون بتحاول إنها تقلد الراجل هي كمان، وبتربط عينيها وبتمسك السيف وبترمي القطن في الهواء. وفي نفس الوقت بنشوف إن دونج بتراقبها من بعيد، وبتحاول بعدها انها تقطع القطن بنفس طريقة المحارب. ويا ريتها ما حاولت لان السيف بدل ما كان هيقطع القطن كان هيشخرم سود يونج ويخلص عليه. وبتقول لها ديونج سيبك من الهبل اللي انت عماله تعمليه ده وركزي على دراسة الاحشاء. فبتقول لها ريون انا عايزه فعلا اكون محاربة كمان لاني قلقانة من الحرب القادمة ومش عارفة هنقدر نواجههم بين محاربيننا الثلاثة دول ولا لا. فبتتحمس دونج وبتقول لها ما تقلقيش ومحدش هيقدر يلمسك طول ما انا موجود. ولكن في الوقت ده بتقول لها ريون ابعدي من قدام مش عايز اجيب رقبتك المرة الجاية. وبنرجع بعد كده للجونج وهو بيجرب في القطن وهو مغمض، وفعلا بيقدر انه يعملها على هيئة زهرة البرقوق، ولكن بتتفتت بعدها على هيئة خصل شعر. وهنا بتلاحظ دونج ان في حاجة غريبة في السماء، وفي نفس الوقت بتكون ريو لسه بتجرب. وبعد ما بتخلص بتسأل دونج عن رأيها، فبتوريها دونج الزهر، فبتضحك ريون وبتقول لها وانا عبقرية للدرجة دي. ولكن فجأة بتتفتت الزهرة قدامها. على الكسفة اللي انت فيها يا حازم. وبعد كده بيلاحظوا ان السما كأنها بتمطر تلج، ولكن دونج بتقول لها ده مش سلج، وبتطلع على السور عشان تشوف مين اللي وراه ومين اللي عمل كده، ولكنها ما بتشوفش حد وما بتلاقيش حد واقف هنا. وبنرجع بعد كده للجونج وهيون اللي وصل له غرفته اللي جنب المكتبة، وبعدها بيقول له وانج ارتاح لحد ما اجيب لك ملابس. فبيقعد جونج على الكرسي وبيقدر انه يستكشف كل اللي موجود في المكان بالكامل، ولكنه فجأة بيتوقف لما بيوصل الحارس بملابسه وبيصرخ عليه فجأة وبيقول له انه يسيبها ويمشي من هنا. فبيستغرب الراجل وبيقول في نفسه هو اللي بيتكلم كده وانا عملت له حاجة ولا ايه، عشان نكتشف بعدها ان جونج بيعيط في الغرفة. وهنا بتسأل ريون الخادمة لو في محارب غريب ظهر غير المحاربين التلاتة، لكنها ما بتكونش عارفة حاجة لسه لأنها ما سألتش عن الموضوع ده.
ولكن الخادمة بتقول لها أنا أروح أسأل وأتقص وأرجع تاني وأقول لك، وبتكون عمالة تسأل في نفسها من الشخص اللي قدر إنه يقطع القطن ده بجميع الأشكال الثلاث. وبعدها بتظهر الخادمة مرة تانية بعد ما سألت عن المحاربين من أحد العمال، وبتقول لها فعلا إن في محارب من السبعة المتجولين ساكن على حساب المعلم نام جونج وقريب من هنا كمان. والسبعة دول بتكون ريون سمعت عنهم من أبيها لما كانت بتتدرب معاه المبارزة وهي طفل. وهؤلاء السبعة هم أقوى المحاربين في كانج هوا. والمحارب اللي بتتكلم عنه الخادمة هو الموكي، محارب لا أحد يعرفه أو قام بسماعه لأنه بيتحرك كأنه جزء من الرياح. وبعد كده بتطلب ريون من الخادمة إنها تدلها على العامل اللي قال لها على المعلومة دي عشان تتأكد بنفسها منه، لأنها لو قدرت فعلا تضمه العائلة هيكون إضافة وصفقة كبيرة جدا ليهم. ولما بتروح وتسأل بتعرف إن كان موجود فعلا قبل 4 أيام شخص ملثم كأنه شاب وسيم في بداية العمر، والدليل على إنه الموكي أحد السبع المتجولين كان معاه خنجر نصر القمر. وبعد كده بنشوف ريون وهي بتستعد عشان تروح تبحث عنه وتقابله بنفسها عشان تقنعه ينضم ليهم. وبعد كده بتروح لهيونج اللي بينصدم أول ما بيشوفها، فبتقول له إيه ده أنا ريون، وبتطلب منه بعدها وصلة مواصل للبحث عن أحد المتجولين السبعة. فبينصدم وبيسألها طب ازاي هنقنع والدك على الخروج لوحدك؟ فبتقول له ما هو هنا بقى بيجي دورك انك تقنعه، لان دي هتكون فرصة مثالية جدا لو استطعت اقناعه بالانضمام لينا. وفي النهاية بيقبل هوانج ولكن بشرط واحد، وهو انه يرافقها شخص ما وهو جو جونج. ونرجع بعد كده للسيد جونج وهو قاعد في اوضته وقاعد بيشرب، وبتذكر صديقه المقرب سام لما كان في نفس حالته دي، وهو بيقول له انا برتعش لو ما شربتش. وطبعا بيكونوا بيتكلموا عن المحرمات اللي ملناش دعوة بيها. وفي الأثناء دي كان جونج بيوبخه لأنه بيكره الأشخاص اللي بيعتمدوا على شرب الحاجات المعفنة دي، لكنه دلوقتي هو في نفس حالته وعارف تماما معنى اللي كان بيقوله. وبعدها بيتذكر أول لقاء ما بينهم وكمان يوم موته، والمفاجأة إنه ما ماتش في ساحة المعركة بل مات منتحر لأنه ما استطاعش تحمل ضغط المهمات عليه، لأنه مهما كان الشخص قوي ذهنيا فالمهمات اللي بيعملوها ستجعلهم ينهاروا يوما ما. وبعدها بيسمع صوت حد بيطلب منه الحضور لأن السيد هوانج يريده. ولما بيوصل لعند السيد هوانج بيطلب منه مهمته الأولى وهي مرافقة السيدة ريون حتى الصباح ويعود بها بأمان إلى العائلة. وبيأكد عليه إنه لما يرجع من المهمة يمحى أحداث المهمة بالكامل من ذاكرته كأن لم يحصل شيء. بيوافق جونج وبيروح للسيدة ريون، وأول ما بتشوفه دونج بتعرف على طول إن هو ده الشخص اللي أنقذته من 5 سنين. وبعد ما بيركب معاهم بتسأله ريون إذا كان هو مرافقها، فبقول لها أنا. فبتسأله تاني أنت متأكد إنك هتعرف تحميني؟ فبرد عليها بقول لها ما تقلقيش، طول ما أنا معاكي مفيش حد يقدر يلمسك. وبتسأله ايه الشيء الكبير اللي على ظهرك ده؟ فبيقول لها ده سيفي. فبتقول له طب امال ايه اللي على خصرك ده؟ فبيقول لها السيف التاني، انت مش شايفها ولا ايه؟ وبتفضل ترغي وبتحاول انها تتكلم معاه طول الطريق، وبتسأله لو عايز حاجة وطبعا ما بيردش عليه. فبتقول له طب انت لابس كده ليه؟ فطبعا مش معبرها وما بيردش عليه. فتسكت لا طبعا يا ابني رد عليا برضه، ولا حياة لمن تنادي. طب هقول لك احنا دلوقتي رايحين نلتقي بأحد المحاربين السبعة وهو ولا معبرها. فبتقول له المحاربين السبعة برضه ولا معبرها. الو المحاربين السبعة بقول لك، يعني ذكر المحاربين دول ما بيغيرش في نفسيتك حاجة طيب؟ فبيتكلم أخيرا وبقول لها خلاص ماشي فهمت إنهم المحاربين الزفت السبعة. لكن بعدها بتبدأ إنها تتكلم جد وتقول له بما إنك مش راضي ترد عليا يبقى اسمع كويس، بما إننا رايحين نقابل أحد المحاربين السبعة فهو هيبقى مختلف عنا جميعا لأنه بيكون قوي جدا بل الأقوى، وممكن يتعامل مع عدة محاربين أقوياء لوحده. ولكن جونج بيقاطعها وبيسألها إيه اللي بيعني إن الشخص يكون قوي بالنسبة لك؟ فبتستغرب ريم من سؤاله ليها، لكنها بتقول له معنى إن كون المرء قوي يعني يكون بيجود فنون القتال باحترافية وتقدر تتغلب على أعدائك بكل سهولة. لكن جونج بيبص لها وبيقول لها وجهة نظرك ممكن تكون صحيح لكنها غلط تماما، لأن كون المرء قوي في فنون القتال مش بالضرورة يكون قوي. والدليل على كده السياف يوسان، أنا شفته وهو بيقتل وبيقتلع رؤوس الكثير من اللصوص من قرية لونجو، قرية المتمردين ال18، لكنه في النهاية مات في ثالث مهمة ليه بسبب غروره وغطرسته والتحرك لوحده. وكذلك الصياد بايك والسياف كانج كانوا أعظم أسياد ولم يكن لهم مثيل على مر العصور، وعشان كده تسموا جون جابا من رئيس اتحاد المورم نفسه. لكن في النهاية مات كانج عندما اعتمد على مشاعره للحظة واحدة. أما بايك فقد رشده لما شاف منظر كانج وتم قطع راسه هو كمان. لكن الأكثر صدمة هو الشخص الذي جاء في السنة الثالثة لفرقة الاغتيال السيف العظيم بايك جونج، وبسبب قوته الاتحاد أعطوه لقب أحد أقوى 10 أشخاص في كانج هو بالكامل. لكن بالرغم قوته دي كان أسرع شخص مات لأنه مات في مهمته الأولى فقط وعلى يد قاتل من الدرجة الأولى، وده لأنه كان قوي جدا لدرجة إنه اخترق قنبلة بيديه فقط واللي كانت مخبأة في جسد اللي قتله. ولما شفت جسده المتفحم أدركت إن لازم للمرء درع يحميه من هذه القنابل، ومن وقتها حصلت على سيف الكومادو. وفي أثناء كلامه بيقطعوا صوت لصوص بيهجموا على العرب وبعدها بيغرزوا سيوفهم كلها في العربة، لكنهم فجأة بيسمعوا صوت بيقول لهم إنهم يهربوا من هنا بسرعة.
وبعدها بيظهر جونج وهو بيحمي ريون وماسك بالكوماندو من قدام وبينظر لهم كأنه بيحذرهم وبيحذركم انتوا كمان لا تكونوا ما عملتوش لايك لغاية دلوقتي او اشتركتوا في القناة. وبعدها بيظهر فجأة قدام دونج وبيرميها على الحصان وبيركب ريون وراها وبيضرب الحصان عشان يهرب بيهم، اما هو وقف عشان يتصدى لمجموعة اللصوص الاوغاد دول. وبيقف بعدها جونج قدام اللصوص وبيسألهم مين بقى اللي بعتكم، لكنهم ما بينطقوش وبيهجموا عليه كلهم في وقت واحد. وبنرجع بعدها لريون وبنشوفها وهي قلقانة على جونج ومش عارفة هل هيكون بخير ولا لأ لأنه لوحده وكمان ما تعرفش مقدار قوته. فبتقول لها دونج ما تقلقيش لأنه قوي جدا ويمكن كمان يكون هو أقوى محارب في المحاربين الجدد. وقبل ما دونج تكمل كلامها بيكون جونج على الحصان ولحق بيهم وبتسأله ريون عن اللي حصل للصوص فبيقول لهم إنهم هربوا، ولكن في الحقيقة بيكون جونج خلص عليهم من غير حتى ما يستخدم سيفه وقدر انه يعمل كده باستخدام قطع خشبية بدون أثر أي سيف عليهم. وبنشوف شخص من عائلة سوك عمال يبتسم وبيقول شكل الإشاعة طلعت صحيح وعائلة جانج استدعوا أفضل المحاربين لمواجهتنا، ودلوقتي هتكون زيارتنا لعائلة جانج هتكون أبقر عن ما هو مخطط ليه. وبنشوف أصدقائنا بيوصلوا أخيرا لمكان وجهتهم وبيسألوا العامل عن شخص ملثم وسيم ومعاه سيف القمر فبقول لهم بعدها أسألكوا عنه حاضر، ولكن فجأة بيقف مكانه وبقول لهم سيف القمر أنا مضمنش إن أنا الاقيه لأن السيف ده مش موجود منه كتير وعشان كده ممكن معرفوش لو شفته. فبتوصف له ريون شكله، لكن غريب إن جونج بيوصف له شكل السيف بدقة شديدة جدا. وبعد فترة بتسأل ريون جونج عن معرفته الكبيرة بالدانولد أو سيف القمر فبيقول لها بعدها إنه كان ليا صديق بيحمل واحد منه. وهنا بتتفاجئ ريون وبتقوم من مكانها بسرعة وبتقول له بما إنك تعرف شخص قوي كده يبقى ليه ما تقدمهمش لعائلة جانج. فبيوقفها جونج وبيقول لها لأن صديقي اللي بحكي لك عنه دوت مات من فترة طويلة. فبتسكت شوية وبعدها بتسأله لو يعرف أشخاص آخرين فبيوقفها وسط كلامها وبيقول لها بكل حزن إن كلهم ماتوا. بنروح بعد كده لدونج اللي لسه بتفكر في المحارب جونج واللي قام بإنقاذهم في وقت قصير وتصرف بسرعة شديدة وده معناه إنه شخص مش عادي. وبتفرح جدا لأن كده عائلة جانج هيكون عندها 3 خبراء أقوياء ومحارب والموكي واللي هو أحد ال7 المتجولين، ده طبعا لو قدروا إنهم يضموا ليهم. وبكده عائلة السوق مش هتقدر تتعالى عليهم تاني أو تهزمهم. وأثناء تفكيرها بنشوف لصين بيراقبوها من بعيد. بنرجع بعدها لريون واللي بيدخل عليهم العامل بعد ما سأل على الموكي لكنه للأسف ملقاش أي حد بالمواصفات دي. فبتقول له ريون بعدها أنا هبحث عنه بنفسي لأنك بدون فايدة. فبيهديها العامل وبيقول لها مش هتعرفي لأن في أشخاص أقوياء جدا عايشين هنا ولو سببت لهم أي إزعاج ممكن يهاجموك. فبيقف جونجو وبيسأل العامل هل هيكون مناسب لو بحثت لكن مش هلمس الغرف وبكده هنكون ما أزعجناش حد. فبقول له العامل أكيد بس إزاي هتعمل كده. فبيطلب منه جونج بعدها إنه يجيب له أسطع فانوس موجود هنا وأكثرهم إضاءة. وبنرجع تاني للصوص بيقفز اللصوص على الأحصنة وبيضحكوا على دونج وبيقولوا لها الأحصنة دي دلوقتي بقت بتاعتنا، لكن من حيث لا ندري بنشوف عصاية طايرة بتجيبهم هما الاتنين وبتلزمهم في الشجرة اللي وراها. وبيتضح معانا بعدها ان اللي عمل كده هو الموكي نفسه اللي كان ابطالنا بيبحثوا عنه. بنرجع بعد كده لجونج اللي كان طالع علشان يستكشف الغرف بنفسه وبيقول لريون ان الاشخاص اللي في الغرف دول من المنحدر الاسود ومن الاخر كده هم مش اشخاص لطيفين زينا كده. وبنشوفهم بيوصلوا للطرقه اللي ما بين الغرف وبيمشي بحيث ان ضوء الكشاف يعكس ظل السيف على باب الغرفه. فبيخرج ساعتها مستأجر الغرفة ليه. بعد ما بيخلصوا بتفهم ريون أخيرا اللي كان بيعمله جونج وإن جونج كان بيختبر ردة فعل الأشخاص اللي موجودين في الغرف باستخدام انعكاس ظل السيف بتاعه على الغرف، وطبعا كل واحد هيتفاعل بطريقة مختلفة مع الظل بحيث إن الأساتذة الخبراء هيكونوا أكثر هدوء وطبعا أكثر حذر. وبعدها بيقطعها جونج وبيقول لها إن الأشخاص دول مش من المرم لأن أحذيتهم مصنوعة من الحرير تقريبا، لكن أحذية جنود المرم مصنوعة غالبا من جلد الحيوان. وكمان الأشخاص اللي أحذيتهم مقطوعة من الأمام أو من الخلف فليسوا من المرم لأن أعضاء المرم بيمشوا بخطوات خفيفة وثابتة. فبتندهش ريون جدا من جونج لأنه قدر إنه يحلل المكان بالكامل بفانوس مضيء فقط وبعض الأحذية، وكمان استطاع معرفة إن الأحذية مقطوعة ولا لأ على الرغم من إن مفيش ضوء قوي. وبعدها بتسأله إحنا هنعمل إيه دلوقتي؟ فبقول لها مش علينا غير إننا ننتظر للصبح. وبنشوفهم بعد مدة في صالة الانتظار. فبتسأله ريان أنت إزاي عرفت السيد هوانج؟ وهي طبعا ما بتكونش فاكراه. فبقول لها إن أنا عرفته بالصدفة. فبتستغرب وبتقول له إزاي؟ فبيسكت وما بيردش عليها. فبتقول له خلاص بما إنك مش عايز تجاوب طب ايه اللي خلاك توافق انك تبقى مرافق ليا؟ فبقول لها ان انا مديون بمعروف للعجوز هوانج وعشان كده اصبحت مرافق ليكي. فبتبدا انها تساله عن عمله السابق. فبقول لها ان انا كنت في تحالف المرم، تحالف كان الكل يريده لانه بدخل ثابت ومستقر وكمان بيكتسب الشخص اللي بيدخله مكانه مرموقه لانه التحالف الافضل بين جميع التحالفات، وعشان كده كل سنه عدد هائل بيتقدم عشان يدخله، ولكن بالرغم عدد المتقدمين المهول ده لا يتم قبول غير 500 شخص فقط. فبتساله عن مكانته في التحالف. فبقول لها انا في ادنى مستوى من التحالف. فبتقول في نفسها بعدها أدنى مستوى شكله كده دي أقصى حدود مهارته ومش هينفعنا بحاجة. فبيسألها بعدها عن شخص يسمى دان ليه يونج. فبتسكته بسرعة وبتقوله اتكلم بصوت واطي لأنك بتتكلم عن قائد تحالف المرم الحالي، وكمان الشخص ده كان من أحد الجوالين ال7 وانضم لمنظمة الروح السماوية وأنقذ كثير من الناس وعشان كده أصبح القائد.
لكن جونج بيقول لها بعدها بس ده مش السبب، لكن في الحقيقة إنه كان في مهمة لإنهاء عملية القتل الظالمة، ومن بعدها خاض مهمات كثيرة، وفي المهمات دي الكثير من المحاربين ضحوا بحياتهم عشان يثبتوا أنفسهم. أما سبب شهرة دان لي يونج ده إن هو منعش في نهاية المهمة على حساب الأشخاص الآخرين اللي ماتوا، فهو في النهاية من بقى على قيد الحياة، فبيقاطعهم شخص من وراهم وبيقول لهم ممكن أقعد معاكم. ولما ريون بتبص ليه بتلاحظ سيف القمر، فبتقول له اتفضل اقعد من فضلك، فبياخد كرسي عشان يقعد. لكن جونج بيصد وبيقول له هو مش من الاحترام انك تعرف بنفسك الاول قبل ما تقعد معانا؟ فبيقول له الشخص ده اسف والله ما خدتش بالي، لكن اعتقد ان انا الضيف اللي بتبحثوا عنه. ومن وراه بنشوف العامل وهو عمال يشاور لريون اللي قدامك ده الموكب شحمه ولحمه، وبعدها بيكون على وشك اخراج سيفه عشان يوريه لريون، واثناء كده بنلاحظه جونج وقبل ما يرمش بيكون قدام ريون عشان يحميه، وبيحيي الموكب وبيقول له اعذرني انا ما كنتش اعرف انت مين. وهنا بيكون الموكب مصدوم من ردة فعل الجونج الغير طبيعية والسريعة، وقدرته على قراءة الوضع وتحركه بكل سلاسة وسرعة بحيث انه يقدر يحمي الانسة اللي معاه في نفس الوقت. وبعدها بيبدأ انه يقعد معاه وبيسألهم هما ليه كانوا بيبحثوا عنه، فبتقدم ليه ريون نفسها الاول، وبتبدأ بعدها تحكي له عن الصراع اللي بين عائلتها وعائلة سيوك وخيانتهم وقتلهم لتلت عائلة جانج بالكامل. وبالرغم من كل ده ما اعترفوش انهم ارتكبوا اي خطأ، وعشان كده انا هنا عشان اطلب منك الانضمام للعائلة واعمل اي شيء مقابل الطلب ده وانك تنفذه لين. فبيوافق بسرعة غريبة وبدون اي مجهود منه، ولكن بشرط انه يتمشى مع الانسة ريون بعد انتهائهم عند جسر مياه الشجر لوحده، ومهما كان ردها مش هيرجع في انه ينضم ليهم. فبتنبهر منه ريون ومن وعده ليه بانه هيساعدها مهما كان ردها، لكن الاول لازم تتاكد من ان هو الموكي او لا. فبيقف الموكي وبيقول لها انا موافق ولكن بطريقه مختلفه، وهي ان انا اواجه جونج اللي واقف قدامك ده. لكن جونج ما بيعبروش وما بيردش عليه، لكن ريون هي اللي بترد وبتقول له انت ازاي تطلب حاجه زي كده، لان جونج فرد مننا وجاي عشان يساعد العائله. فبيعتذر بعدها الموكي من جونج وبيبص له باستغراب، لكن طبعا جونج زي عادته واقف ما بينطقش، وبيقول الموكي في نفسه ان الشخص دوت هادي جدا ومختلف نهائيا عن اي حد شفته، ما بيظهرش اي تعابير نهائيا على وشه. انا مش مصدق ان الشخص اللي قدامي ده شخص عادي خالص وباين كده ورا حاجه. وبعدها بنروح بعد كده لاختبار ريون المفضل اللي طبعا زي ما انتوا عارفين اختبار قطع القطن، وبعدها بتحكي له عن الثلاث محاربين وعن اللي قدروا يعملوه في القطن. فبقول لها الموكي انا هعمل لك كل اللي الثلاث محاربين عملوه مع بعض، لكن هضيف شيء اخر عليهم. ونشوفه بيبدأ انه يغمض عينه وبيرمي القطن اللي معاه في الهواء، وبعدها بينط وراه وبيبدأ في القطع، وبينزل بعد كده القطن بالكامل على شكل زهرة البرقوق، وكمان بينزل على الأرض وبنشوفه مشكل على الأرض كلمة الموكي. وبيطلب الموكي من جونج إنه يوريهم مهارته في قطع القطن هو كمان. فبتقول ريول لجونج بعدها أنت لو عملت كده أنت هتكون خدمتني وخدمت العائلة بالكامل. فبيوافق وبيمسك بعدها القطن وبيرميه في الهواء وبيتنيه واقف مكانه، وفجأة بيقطعه نصين وبيقول للموكي انت هتنقذ العديد من الاشخاص، اما انا على عكسك تماما اكتر اشخاص هقدر انقذهم هو واحد ولا اتنين بس زي القطن كده، وعشان كده تقطيع القطن ما يهمنيش في شيء حتى لو عدد قليل، المهم اني قدرت اقطعها. فبيتصل الموكي وبيبدأ انه يحييه وبيقول له مرة تانية انت علمتني مدى حجم المسؤوليات اللي عليا، ومن دلوقتي هبذل كل ما عندي عشان اساعد عائلة جانج. وبعدها بيقول لريون انا همشي دلوقتي وهتواصل مع عائلة جانج مع بزوغ الفجر، لان مش هعرف اجي معاكم دلوقتي عشان عائلة سوك لو انتبهوا هياخدوا حذرهم، ومن الافضل ان انا اتخفى بقدر المستطاع. وقبل ما يمشي بيقول لجونج هو ممكن اشوف السلاح اللي على ظهرك ده، لكن جونج طبعا كالعاده بملامحه البارده ما بيردش عليه. وفي اليوم التاني بتستيقظ ريون من نومها من كتر التفكير في الموكي، وبتكون فرحانه جدا انها قدرت تقنعه انه ينضم لعائلته، وبتقوم بسرعه عشان تبلغ والدها بالمحارب الجديد اللي هينضم ليهم، لكنها بتتكعبل وبتقع على وشها. وبعد شويه بيدخل عليها العجوز هوانج وبيكون مصدوم انها كبرت بسرعه كده وبقت في منتهى الجمال، وبيسلمها رساله خاصه بيها كانت موجوده على الباب بره، وبنعرف بعدها ان الرساله دي من الموكب بنفسه، وطبعا بيكون فيها متكلم عن نفسه كتير جدا وعمال يوصف في مميزاته وشكله كده بيرسم عليه. المهم بنروح لخارج مبنى العائله وبنشوف وصول اشخاص غير مرحب بيهم من عائله سوك في المكان، وبنرجع تاني لريون وهي رايحه تبلغ ابوها عن انضمام الموكي ليهم، لكن اول ما بتوصل بتسمع ابيها بيزعق لاخوها لان ابوه عايز يضع معاه مرافقين وبيقول له ان انا مش زي اختي، وبيكون ابوه بيعمل كده لانه متاكد ان عائله سوك لو فكرت انها تنتقم هيكون هو اول شخص يفكر فيه ومش اخته زي ما هو فاهم. فبيحاول اخوها انه يعترض، لكن ريون بتدخل في الوقت ده وبتقول له ان كلام ابوها صحيح، وبالاضافه ان هي كمان معاها مرافق قوي. وبنروح بعد كده للمرافق بتاعنا اللي بيكون مرمي على الارض من اثر الزفت اللي هو شربه، وبيتذكر معركته مع اللصوص وهو بيقضي عليهم واحد ورا التاني، وكمان بيتذكر صديقه وهو بيساله هو لسه ازاي مسيطر على نفسه بعد خسارته لكل هؤلاء الرفاق. وفي الوقت ده كان جونج خسر الكثير من اصدقائه واتباعه، ولو كان عارف وقتها ان الصديق اللي بيتكلم ده هينتحر من كتر ضغط المهمات عليه لكان تخلى عن التحالف بالكامل واخده معاه، ولكن من بعد الموقف ده غدر صديقه سامو ما شافوش تاني ولا عارف ايه اللي حصل معاه، عشان كده افتكر وهو بيقضي على اخر اللصوص ايده بدات انها ترتعش مره تانية، وده اللي خلاه انه يبدا يشرب الزفت ده مره تانية لانها الطريقه الوحيده اللي بتخليه ينسى كل حاجه. وبنرجع بعد كده للمحاربين عائله سيوك
وهم عند عائلة جانج في القاعة، وبيصرخ عليهم رئيس العائلة وبيقول لهم هو انتوا إيه اللي جايبكوا هنا؟ فبيقول له واحد منهم ان احنا جايين لك هنا عشان انا شفت شخص من عائلة جانج دخل منطقتنا، ولما تابعناه عرفنا انه ذهب لمنطقة وانج سان، المنطقة الخاصة بعائلة هابو كينج. فايه المغزى من ان شخص من عائلتك يروح لهناك ويدخل عائلة اخرى في نزاعاتنا والمشاكل اللي بينا؟ وهنا بيتنهد الرئيس وبيتذكر عهده بالرسالة من الشيخ صا لعائلة هابو كينج واللي بعت لهم عشان يطلب منهم المساعدة. وبعدها بيصرخ المحاربين التلاتة لعائلة سوك وبيقولوا لهم انتوا ازاي بتتهموا الاشخاص بدون اي دليل كده؟ هي عائلة جانج بترهبكم ومخوفاكم للدرجة دي؟ وبعدها الراجل القصير الموجود في عائلة سوك بيسأل المحارب ايه رأيك في الاطفال دول؟ فبقول له بسخرية شكلهم فعلا اطفال وامهاتهم لم تفطنهم بعد. فبيصرخ عليهم جين وبيقول لهم ايه رأيكم في نزال ما بيننا ودلوقتي حالا؟ وفعلا عائلة سوك بتوافق على النزال ده. فيا ترى يا صاحبي ايه اللي هيحصل في النزال ده؟ ولا هيقدر المحاربين اللي استعانوا بيهم عائلة جانج انهم يهزموا مقاتلين عائلة سوك وهم اقوياء فعلا زي ما بيقولوا؟ واصلا اخرة المشاكل اللي بين عائلة جانج وعائلة سوك؟ ولا هتقدر عائلة جانج تنتقم من عائلة سوك وخيانتهم ليهم؟ وايه قصة بطلنا جو جونج وايه اللي خلاه يسيب تحالف الموري؟ كل ده يا صاحبي هنعرفه في الجزء الجديد من حكايتنا. فحب اعرفك قبل ما تقفل الفيديو ان الفيديو ده متعوب عليه جدا جدا وبذول عليه مجهود اسطوري، فمش هتخسر حاجه يا زميلي لو عملت لايك واشتركت في القناه، ومستني طبعا رايكم في الكومنتات عشان ننزل لكم الجزء الجديد في اسرع وقت ممكن. وما تنسوش تدعوا لاهلنا المستضعفين في غزه، وبحبكم في الله. سلام.